ما غاديش نتكلم على التحكيم والمؤامرات والدسائس، وما غاديش نتكلم على تأثير فضيحة التذاكر على اللعابة وعلينا كاملين كمواطنين مغاربة. اليوم غادي نتكلم على اللي أخطر من هذا الشيء كامل. غادي نتكلم على شي مخططات دازوا حسي مسي في الخفاء. هاد المدة ديال المونديال ما كاينش اللي لاحظهم ولا يقدر يلاحظهم. هاد الناس اللي دوزوا هاد المخططات كانت نيتهم خبيثة للأسف، عكس نية وليد الركراكي واللاعبين اللي معاه. داكشي علاش اليوم غادي نخدموا الفار اللي ما عمرو خدم في الماتشات ديال المغرب، وغادي نجبدوا كاع الكوارث اللي داز بين ما نحنا ملتهيين مع المونديال، ونبداو بالبيلانتي الاولى اللي جبدها الفار. كيفاش نصف لتر ديال الحليب عباد الله ولا ب4 دراهم؟ واش كتبيعوا لنا حليب البل ولا واقيلا يمكن كتبيعوا لنا حليب البل؟ كيفاش الفلاح كيبيع لتر كامل ديال الحليب ب3 دراهم وانتم كتبيعوا لنا نص لتر ب4 دراهم؟ زعما هاد الشركات بغاو يربحوا اكثر من القياس، شافوا كل شيء مشغول بالمونديال وقالوا نزيدوا عليهم. ما كاين اللي غادي يتكلم، نساو واش كاين تقنيه الفار. وهذوك الشركات ديال المحروقات كيفاش زعما البرميل ديال النفط مقص باكثر من 40 دولار وانتم ناقصين لينا غير 2 دراهم؟ زعما راكم درتوا انجاز. راه 15 درهم اللتر والبرميل داير 70 دولار، غير مقبوله عباد الله وغير معقوله وما يمكنش يتقبلها شي حد. واش هاد الشركات مازال ما بغاو يخدموا النيه كي خدمها هذا الفريق هذا وخدمها وليد الركراكي، ولا عندهم النيه غير في الكره، ولا النيه غير كلمه كيوظفوها في الاشارات باش يستقطبوا الزباين؟ والله الا هذا الشيء زعما راه خطير جدا. ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل لان يوجد فيها الشيطان، ولكن اللي بغيت نقول على ان هذا المونديال هذا واخا ما دينا فيه الكاس وواخا احتلينا فيه الرتبه الرابعه مع الكبار، بغيت نقول على انه اولا كنهنوا اللاعبين وكنهنوا وليد الركراكي على المجهودات الجباره اللي داروها. هذه المجهودات الجباره اللي دار هذا الفريق هذا في ظرف شهرين ما دارتها حكومات متتاليه على المغرب في ظرف سنوات. عطاو اشعاع للمغرب، كبروا سقف الطموح عند المغاربه، خلونا كنفرحوا في زمن الازمات والكوارث. وبالمناسبه بغيت نقول على ان هذا المونديال هذا عرى بزاف د الحوايج، وكيقول المثل الحساني عندنا الله يعطيني الشرقه من ريقي باش نعرف عدوي من صديقي. حتى هذا المونديال هذا عرانا بزاف ديال الحوايج، عرانا الناس الوطنيين الحقيقيين اللي كيبغوا هذه البلاد ويحرقوا عليها الصباط ويعرقوا عليها التوني، وورانا تجار الازمات وتجار الفرحه اللي فضحهم مولانا بزاف ديال الحوايج. ورانا الناس اللي عنده الكبد على المغرب والناس اللي مازالت كتبيع في المغرب وكتشري فيه وخلات شهوتنا في الخارج. وراونا الاصدقاء الحقيقيين والاشقاء الحقيقيين اللي عندهم الازمه وعندهم الحرب وعندهم الجوع وعندهم الويلات ومع ذلك فرحوا معنا. فتحيه لكل الشعوب العربيه والافريقيه ولكل العالم اللي ساندنا، ولا عزاء للحاقدين اللي ما قدوا حتى يذكروا سميت المغرب عندما يتحدثون عن دولة ما لعب مع المغرب وكأنها مقيدة ضد مجهول. وهذا عيب وهذا عار. اليوم بينا حجم وقوة الإعلام عندنا. للأسف الشديد ما عندنا إعلام قوي، لأن قنواتنا كانت كلها في الوقت اللي كنقلبوا على الخبر وكنقلبوا على التحليل في قنوات أخرى كنشوفوا القنوات ديالنا ما يقع في ذا العالم. بينا عنا ما عندناش احترافية في الإعلام، بينا على أن ضعاف مجموعة من المجالات، بين بزاف ديال الهفوات عندنا. والاكثر من هذا وذاك كيقول لنا هذا المونديال وكيقول لنا هاد اللاعبين واخا ما دينا الكاس كسبنا قلوب العالم، واخا ما دينا الكاس وحدنا العدو مع الصديق، واخا ما دينا الكاس دخلنا البيت كل واحد في افريقيا وفي اوروبا وفي العالم العربي وفي كل دار كان المغرب حاضرا. هذا والله ما دارت وزاره السياحه ولا دارته حكومه ولا يديروا هذه الحكومه ولا يديروا حد، هذا داروه شباب آمنوا بالوطن، منهم من لم يعيش في هذا الوطن ولكن عنده الإيمان بالوطن. وللأسف عندنا هنا مسؤولين عايشين معنا كياكلوا من المال العام وباعونا وشراو فينا وخلاو الشهداء ديالنا كما كيقولوا المصريين بقلاقي. للأسف الشديد هذا الشيء كامل أثر على نفسيتنا، أثر على اللاعبين، أثر على الجمهور، وأثر حتى على المشهد العام. كنا في فرحة معينة إني ولينا في شوهة معينة. واتقوا الله، كنقولها وكنكررها، اتقوا الله في هذه البلاد هذه. كنزيد وكنأكد على أنه اليوم تي وليد الركراكي والفريق ديالو طرحنا أمام امتحان حقيقي. السقف طلع بزاف. للأسف سنعود إلى بؤس السياسة، سنعود إلى مشهد سياسي بائس جدا، سنعود إلى غلاء الأسعار، سنعود بالفار إلى مجموعة من الممارسات في مجموعة من المؤسسات، في مجموعة من
المجالس المنتخبة. تحياتي لكم والسلام عليكم.